طارق. يلا يا طارق. طارق. ايوه يا دكتور، السلام عليكم. اتفضل يا طارق. وعليكم السلام. انا بس يا دكتور، يعني لو انا رحت المحكمة علشان خاطر حقي من خالي كورث هقعد. انت طارق برضو؟ ايوه بيه طارق. يا نهار هاخد ابيض. بتاع 3 سنين في الورث، ولكن انا بقول ان حضرتك تدي لخالي كلمتين، اسمه ابراهيم السيد محمود الشهاوي. بالراحة بس، ما كانش لازم تقول اسمه لان انا مش هقول كلام هادي. طيب. فبلا ما يعني ماشي. استنى بس اما دافع عن ابراهيم خالك. طيب. خليني انا مكان خالك يا طارق. ماشي. يكونش يا طارق انا صرفت حقك ده على امك؟ لا يا بيه، لا. يكونش انا صرفته عليك وانت صغير؟ خليني انا مكان ابراهيم بس. عشان يبقى ربنا يتقبل منا، بدل ما ننزل هجوم على خالك. ماشي. عايزين نسمعه. هنقول له ابو خليل. او مسلم انت؟ يقول ايوه. نمرة 2 يا ابو خليل، عارف ان طارق له ميراث عندك؟ يقول ايوه. ولا بقول لا؟ لا بيقول لي ايوه، ده هو قال لي امي وقال وماما. حلو قوي، حلو قوي. نقول له يا ابو خليل ما بتديهوش ميراثه ليه؟ رد كده بالنيابه عن خالك يا طارق. هيقول ايه لو هو بيكلمني؟ طارق. ايوه يا بيه. رد انت، خلي خالك هو اللي هيتكلم وانت عارف هو هيقول ايه. قول لي اللي هو هيقوله ولو كذبا. انا هقول له انا مفصول انا وزوجتي ومحتاج. لا ما فهمتنيش يا طارق. احنا دلوقتي هنقعد نشرب الشاي مع خالك ونقول وحد الله وصلي على النبي المختار عليه الصلاه والسلام. المواريث حق الله وحدود ربنا، ادي طارق حقه بغض النظر عن مفصول او محتاج تصرف على اولادك او لا، حقك لازم تاخده. خالك يقول مش هديهوله ليه؟ هو بيقول لي انا مش هدي بمزاجي كده. بمزاج. في الحاله دي هقول لك شكرا يا طارق، هقول لك شكرا. ولازم انا اقول لابراهيم اديك سمعت ابن اختك، ان كان ما يقوله صادقا فلزاما علينا يا ابراهيم ان احنا نخوف انفسنا قبل ان نخوفك، ونقول لك اتق الله، والدين مش مزاج يا حبيبي. عاوز يديني يا بيه. محمد طارق لسه معايا. لا يا حبيبي، ما هو مش عايز دي بقى، مش شغلتي انا شغلتي انا اقول له اتق الله يا ابراهيم. يا ابراهيم العمر مش مضمون. يا ابراهيم النار مستنيه كل بني ادم بياكل المواريث. يا ابراهيم اعط كل ذي حق حقه. يا ابراهيم ليك نبي تصلي عليه عليه الصلاه والسلام غضبان عليك ما دمت ماسك حق الواد، وربنا يغضب قبل النبي لما تقول له بمزاجي. اي حد في مجتمعنا يقول انا عارف ان ليك حق بس لما يجيني مزاجي، ده انسان بيعادي ربنا. والله العلي العظيم بيحارب ربنا. واللي بيحارب ربنا، خدوا قاعدة بقى اهي اول مرة يمكن تسمعوها. انتوا عارفين الحروب من يوم البشرية لغاية اخر قيام الساعة، وهتلر والحرب العالمية الثانية والاولى والامام الشافعي وكلام ابن رشد في بداية المجتهد. انتوا عارفين الحروب دي؟ شوفوا، في حد يروح يحارب، الطرف الثاني يجي رافع ايده كده ويقول له ايه؟ الرايه البيضاء بيه، ما تحاربنيش، ويسلم نفسه اسير. وفي حد تاني يقول له انا جاهز ومستعد. وفي حد تاني يرفض الحرب. ربنا شوفوا اتعلموها بقى. اللي عايز يحارب ربنا او اللي بدأ يحارب ربنا الرحمن الرحيم، ربنا بيحاربه. كل اللي ربنا دمرهم في القرآن يقول عليهم ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. يا خبر اسود. وسمى قطاع الطرق إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. أن الآية على الشمال في المائدة في مصحفي. يحاربون الله. مش لازم تقول أنا ماسك سيف ومعاذ الله أنا بحارب ربنا. أنا أعوذ بالله. بتحاربه لما بتحارب دينه، لما عملت الحقوق مزاج. انتوا عارفين في مسألة معلش ما فيش فايدة يعني لازم اقولها وخلاص، جت على لساني ما اقدرش ارجعها ببقي تاني. حالتين اتنين بين الراجل والست في المعاشرة الزوجية يعني.
ايه الحرام على الراجل؟ انه عيان ما بيعاشرش مراته؟ لا مش حرام، هي مش عايزاه تسيبه. طيب ايه اللي يخلي الراجل ما يعاشرش مراته؟ زعلان ومقهور منها تصالحه. طيب ايه اللي يخلي الراجل يدخل جهنم من اوسع الابواب؟ اذا امتنع عن معاشرة زوجته ليضرها، اللي هو بتاع ايه؟ اما يجيني مزاجي عشان تجيب له الميراث من ابوها، عشان تعمل له كده، وهي برضه تقول لما يجيني مزاجي، تبتل عنها الملائكة ما لم يكن ضربها او ضرها. وفاصل قصير جدا بس قبل منه اقول اللهم برد اكبادنا بنفحة من عندك عطرا يبقى وروحا لها الخلود. فاصل قصير جدا ثم نعود فانتظروا.